9 فنانين عرب متهمين بالتطبيع، مش هتصدق هم مين. بسمة لحقتها تهمة التطبيع بعد اشتراكها في الموسم الثالث من مسلسل أمريكي تايرنت. حد هيقولي طيب ما تشارك مسلسل ونفسها تنتشر. هقولك مش دي المشكلة إن المسلسل ده كان بمشاركة ممثلة إسرائيلية، ودي بقى الشرارة اللي خلت الناس تتهمها بإنها متعاونة مع ولاد العم خالد النبوي. خالد بسبب مشاركته في أحد الأدوار الرئيسية للفيلم الأمريكي اللعبة العادلة تم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، لأن خلال الفيلم ده اشترك في الفيلم ده ممثلة إسرائيلية. الكلام ده حصل سنة 2010، وساعتها رد خالد على الاتهام ده وقال ما اسمحش لحد بالمزايدة على وطنيتي كفنان عربي، لأني شاركت في الفيلم ده عشان أخدم العروبة. أنا كنت بجسد شخصية عالم عراقي بينفي ملكية بلاده للأسلحة النووية. عمرو واكد بقى غيرهم خالص، لحقته تهمة التطبيع مرتين، خصوصا بعد اشتراكه في الفيلم البريطاني بين النهرين سنة 2007. الفيلم ده كان بيناقش حياة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكان البطل اللي جسد دور صدام ممثل إسرائيلي. عشان كده الناس تخيلت إن ده تطبيع مع الكيان الصهيوني. الموضوع موقفش هنا، دي أصدرت لجنة التحقيقات بنقابة المهن السينمائية قرار بشطب عمرو من اللائحة، بس عمرو برر موقفه ساعتها وقال إنه ما كانش يعرف بأمر الإسرائيلي إلا بعد ما عمل الدور. أما بقى بالنسبة للمرة التانية اللي تم اتهامه بيها بالتطبيع كانت في سنة 2008، وده حصل بعد مشاركته في مسلسل منزل صدام، واللي أدى فيه دور زوج بنت من بنات صدام. الغريب إن عمرو قال إن ما يهموش عرض الأفلام الإسرائيلية في مصر. عمرو دياب جال الثمانينات والتسعينات والألفينات، وعد بقى زي ما تحب. المهم عمرو لحقته تهمة التطبيع لمرتين. أول مرة كانت في سنة 2012 لما أيمن بهجت أمر هاجمه وقال لما تكون فنان عربي كبير وتبيع أغانيك وتاريخك لمردوغ الإسرائيلي دي حريتك الشخصية، لكن أنا أغنية سايبها لبلدي ولولادي من بعدي، أنا ما ببيعش تاريخي أبدا. عمرو ما سكتش ورد على الفيسبوك الخاص بيه وقال إن نسب من بعض مؤلفي وملحني أغنية السابقة من تحويل مسار فني بحت إلى سياقات أخرى تمس المبادئ الراسخة التي تعامل بها الفنان طوال مسيرته الفنية. وعبر عمرو دياب عن حزنه والاتهامات اللي اتوجهت ليه وقال إن اختياراته الفنية في أعماله دوما ما تخضع لاعتبارات الجودة التي يحرص بها على تقديم كل جديد، فلا يعني عدم تجدد تعاونه مع بعض من تكرر التعاون معهم سابقا انتقاصا منهم ولا من موهبتهم، كما لا يعني أن يتحول إقصائهم أو إبعادهم عن عمل فني جديد أن ينتقلوا مباشرة إلى موقف الخصم الذي يحاول تبرير عدم مجاراتهم في هذا العمل بترويج أفكار مغلوطة وافتراءات تمس مبادئ الوطنية. وفي سنة 2009 واجه نفس التهمة بعد مشاركته في مهرجان المغرب، لما كان في المهرجان مطربة من ولاد العم. عمرو دياب رد وقال إنه ما كانش يعرف جنسيتها وإنه عمل الحفلة من غير ما يكون عنده أي علم بيها. عادل إمام أثار مسلسل مأمون وشركائه اللي كان من بطولة عادل إمام بعض الانتقادات لدرجة اتهمته بالتطبيع مع إسرائيل، لكن عادل رد على الاتهامات دي من خلال بعض التصريحات الصحفية وقال إن المسلسل كانت الرسالة منه إظهار السماحة بين الأديان وإننا بنعيش مع بعضنا بسلام، ده غير إن كل إنسان لازم يحترم حرية اختلاف العقائد. عادل نفي تام أمر التطبيع مع إسرائيل، وأكد إن في فرق بين اليهودية والصهيونية والاتنين مختلفين تماما عن بعض. خالد أبو النجا في سنة 2013 تم اتهام خالد بالتطبيع، وده حصل بعد مشاركته في الفيلم الفلسطيني عيون الحرامية. وصرح خالد وقتها وقال موضوع التطبيع فكر متخلف وأفكار بالية، فلسطين جزء من الجسد العربي الواحد وانت هنا في فلسطين وبين أهلها. ده غير انه وصف رفض الفنانين العرب زيارة الأراضي الفلسطينية خوفا من التطبيع بأنها فكرة متخلفة. تم اتهام الفنانة أصالة السورية بالتطبيع مع إسرائيل، وده حصل سنة 2013 بعد زيارتها لفلسطين وإحياء حفلة هناك. أصالة تعتبر أول مطربة سورية بتحيي حفل في فلسطين من سنة 1967، وده حصل بعد صدور قرار بحظر التعامل مع إسرائيل أو دخول الأراضي المحتلة. عشان كده اتهمها البعض بالتطبيع، وقدم مجموعة من المحامين السوريين دعوى قضائية ضدها. ومش كده وبس، دول قدموا وثائق بتؤكد حصول أصالة على تأشيرة دخول إسرائيلية لحضور مهرجان هناك. نجم ذا فويس محمد عساف تم اتهامه بالتطبيع، وده حصل في سنة 2014 مع الجانب الصهيوني بعد ما نشر صورة ليه بتجمعها مع عارضة أزياء إسرائيلية. عشان كده تم اتهامه بالتطبيع بشكل صريح، ولكنه برر موقفه وقال إن الصورة كانت فعلا مع بنت إسرائيلية، وإنه بيعتذر لأبناء شعبه فلسطين لأن ده كان من غير قصده أبدا، وأكد إنه ابن القضية الفلسطينية. صورة صابر الرباعي بجانب ضابط إسرائيلي نقدر نقول عليها الشرارة اللي أثارت ضجة في الوطن العربي كله، بس صابر ما سكتش وبرر موقفه وقال إن الصورة دي صورة لضابط فلسطيني اسمه هادي لكنه مسؤول في السلطات الإسرائيلية، وده حصل من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC. فقال نصا إن الصورة المنتشرة ليه مع الضابط اللي بيقول عليه إنه إسرائيلي خدت أكتر من حجمها،
وما ينفعش أبدا تاخد منحنى سياسي يمس بالشرف الوطني. وبعد ما حكيت لكم عن أشهر فنانين عرب متهمين بالتطبيع، يا ترى مين اتفاجئتوا لما سمعتوا اسمه؟